دقيقة من فضلك قبل ما أبدأ في الوصفة. لو أول مرة تشوفي قناتي اعملي لي سبسكرايب عشان تتابعيني، واعملي لي لايك. اسم قناتي لمة الحبايب. مع تمنياتي بمتابعة ممتعة نبدأ وصفتنا. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هعمل لكم النجريسكو. أنا جبت صدور فراخ سلقتها وفصصتها، وبعدين جبت ميه حطيت فيها ملح وبسلق المكرونه. انا جبت مكرونه فوتوتشيني المره دي مش سباكيتي، وبحطها بطولها علشان انا عايزه المكرونه تبقى بطولها. وبعدين ببتدي اجهز البشاميل. انا بعمل بشاميل ني في ني. حطيت لتر لبن، لتر اللبن حوالي 4.5، كملتهم 5 كوبايات. وحطيت نص كوبايه كريمه لباني، كريمة حلويات، هي بتبقى طعمها احلى بكتير. وحطيت ملح وفلفل وحطيت 4 معالق دقيق. المفروض كل كوباية لبن عليها معلقة دقيق. انا هنا مقللة الكمية عشان انا مش عايزة البشاميل يبقى جامد، مش عايزاه يبقى تخين، عايزاه يبقى سايل شوية. وبعدين على بال البشاميل ما بيبتدي يتماسك بكون بقطع الخضار. عندي فلفل الوان، فلفل اخضر رومي، وفلفل احمر. طبعا ما باخدش الفلفلايه كلها لان حجمها كبير. احنا عايزين نبقى معتدلين في الحاجه واحنا بنحطها، مش عايزين نكتر عشان ما تغطيش على الطعم الاساسي بتاعها. وفلفل اصفر زي ما احنا شايفين. خدت جزء بس من الفلفله وبقطع زي ما احنا شايفين كده. وبعدين بجيب بصلايه بقطعها جوانح، وبعدين بقطعها قطع صغيرة عشان تبقى سهلة في التقطيع، تبقى تقريبا مكعبات زيها زي الفلفل الألوان. أنا كده قطعت البصلاية، وبجيب ما يعادل معلقة شاي توم. حاجة بسيطة، أنا مش عايزة توم كتير، أنا عايزة بس يدي نكهة في الصينية. وبجيب الصينية بحط فيها زبدة على زيت، وبنزل بالبصل الأول، باخد له تقلبتين كده فلغاية ما يدبل، وبنزل معاه بالثوم. وبعدين ببتدي انزل بالفلفل الألوان، يعني هو يدوبك تقلبتين مش اكتر يعني، انا مش عايزة احمره. وبنزل بالفلفل الألوان. ده فلفل احمر يا جماعة مش طماطم. بقلب لغاية لما يدبل، وبنزل بعد كده بالقطع الفراخ اللي انا فصصتها. طبعا لو عندي فرخة صحيحة ممكن اسلقها وافصصها. انا هنا كان عندي صدور ففصصتها وسلقتها وفصصتها. وبعدين بنزل بمشروم. الحقيقة كان عندي مشروم معلبات، فاخدت نص العلبة شطفتها ونزلت بيها، ونزلت بزيتون حلق، ونص مكعب ماجي، وبنزل بفلفل وملح. وباخد تشويحة بقى لكل المكونات دي مع بعض لغاية لما احس ان هي امتزجوا مع بعض ودبلوا كده، والحجم بتاعهم قل، واحس ان الفراخ كأنها اتشوحت شوية او اتحمرت شوية. بجيب البايركس بتاعي، بنزل بكبشتين 3 حلوين كده من البشاميل. وبعدين بنزل بالمكرونة الفوتوتشيني اللي عندي. طبعا هي مكرونة سباكيتي تمشي، حتى لو حبينا نعملها بأي نوع مكرونة مفيش مشكلة. زي ما احنا شايفين كده بنزل بالمكرونة. بعد ما اتسلقت صفيتها، وباخد جزء منها نص الكمية تقريبا، وبنزل بيها في البايركس. وبعدين ببتدي انزل بالحشو بتاعي الخلطة زي ما احنا شايفين. طبعا احنا المفروض في الوقت ده نبتدي نحط رشة من البارميجان، الجبنة البارميجان، بس طبعا احنا عارفين ان هي غالية جدا ومكلفة، فممكن بتدي نفس الافكت بتاعها ونفس الطعم مبشور جبنة رومي. طبعا بحط كمية بسيطة عشان ما تبقاش حادقة قوي، لان انا حاطة ماجي وحاطة ملح وفلفل. وبعدين ببتدي بعد الجبنة الرومي بنزل بكمية جبنة موتزاريلا،
وبحط رشة كده بشاميل كمان، وبنزل ببقية المكرونة على الوش. وبعد كده بحط رشة جبنة رومي كمان، حاجة بسيطة قوي مجرد ان هي تدي نكهة كده في الطعم. وبنزل ببقية البشاميل اللي عندي. طبعا الكريمة بتدي طعم حلو جدا للبشاميل. انا محطتش لا زيت ولا زبدة لو لاحظتوا، لان انا اكتفيت بالدسم بتاع الكريمة اللباني. انا مش عايزاها تبقى دسمة قوي. وفي نفس الوقت انا عملت البشاميل ني في ني، ما حمرتش حاجة لان انا ما حطيتش اي مادة دهنية. وبنزل على الوش في الاخر خالص بجبنة موتزاريلا. بغرقها بقى كمية جبنة موتزاريلا زي ما انا عايزة. طبعا المكونات كلها عندي دي مستوية، يعني انا يدوبك بحطها تحت الشواية وقت الاكل، بحيث ان هي تطلع بالشكل ده. انا مش عايزة احطها في الفرن عادي واستنى لغاية لما الوش يتحمر، لان كده هتنشف. وانا مش محتاجة اسوي المكونات، انا عندي كل الحشو مستوي، المكرونة مستوية، البشاميل مستوي. فانا عايزة بس اخد اللون الحلو ده. وتاكلوها بقى، تتقطع بالهنا والشفا. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. جربوها، جميلة جدا. ووجبة متكاملة فيها خضار وفيها لحوم وفيها نشويات. يا رب أكون قدمت وصفة سهلة تعجبكم كلكم. ادعموني بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.